كابتن احمد، هسألك سؤال عن ناصر ماهر من شقين. الشق الاول، هل ناصر ماهر هو الصفقة الافضل اللي عملتها الاندية الكبيرة، وهنا بقصد الثلاثي الكبير اهلي زمالك بيراميدز في انتقالات الشتاء، انتقالات يناير؟ الحاجة الثانية، هل نسخة ناصر ماهر في بيراميدز افضل بكتير من نسخته مع الزمالك؟ طيب، هو يعني ناصر لا خلاف عنه، هو لعيب مميز ولعيب اضافه لاي مكان هيكون متواجد فيه، واعتقد ان هو نضج بشكل كبير. مع نادي الزمالك كان ظاهر بشكل كويس، ومع بيراميدز كمان ظاهر بشكل كويس، والدليل على كده ان هو حاز 5 اهداف، يعني 3 في الدوري واعتقد 2 في بطوله افريقيا، فده معدل تهديف مع ناصر ماهر اعتقد بشكل كويس. ما نقدرش نحكم قوي لان في الزمالك خد تجربه كبيره. مع بيراميدز لسه انت بتتكلم لعب 7 أو 8 أو 9 ماتشات فقط لا غير، فما نقدرش احكم ان مع الزمالك كان افضل او مع بيراميدز افضل. انما هو لعيب مفيد، طبعا لعيب مفيد، لعيب مهم، طبعا لعيب مهم بالنسبه، رغم النهارده هو مش بادئ اللقاء، ايوه، ولكن هو صفقه مهمه وصفقه كبيره جدا جدا. ولكن انا كمان لو بتتكلم على الصفقات واللي قدر، انا شايف ان صفقه وهتكون صفقه ناجحه ورابحه كمان مستقبليا لبيراميدز هو عودة الفخوري. هو عودة لعيب الفخوري طبعا لعيب شاب واعد جدا بصراحه، لعيب شاب واعد، لعيب عنده شخصيه. يمكن انا شفته في كاس العرب وانا موجود، انا كنت لعيب يعني من قبل ما اعرف لا فيه مفاوضات بيراميدز ولا اهلي ولا الكلام ده ولا كده. انا كان لعيب شددني، انا كان لعيب كنت حاسس ان هو من اللعيبه المميزين، وبعديها فوجئت ان طبعا في تفاوض ما بين الاهلي وبيراميدز، والمفاجاه الاكبر ان كمان ده مواليد 2005، اللعيب من اللعيبه المميزين. انما لا خلاف طبعا عن ناصر ماهر، اضافه قويه بالنسبه لبيراميدز بشكل كبير. واعتقد ان دكه بيراميدز كمان بيبقى ليها كلمه في وقت من الاوقات، لان انت لما تيجي تبص على الدكه لا هي فرقه ثانيه موجوده. هضيف على كلام حازم بالنسبه لمعتمد جمال، عاجبني هدوءه، عاجبني ان زي ما قال حازم ان هو بيقرا بشكل كويس، ان هو كمان تعديلاته اثناء اللقاء اعتقد مهمه جدا جدا، وكل التغييرات اللي عملها معتمد كانت في صالح الفريق وكانت مفيده لفريق نادي الزمالك. فانا اعتقد ان هي مباراه قويه، ومباراه اعتقد انها صعبه على الفرقتين.